بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ كده صلوا على النبي وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة. ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا سنة 1944 في الحرب العالمية التانية، وكانت فنلندا والاتحاد السوفيتي في هدنة مع ألمانيا، وكانت الهدنة تنص على انه يجب على فنلندا نزع السلاح من النازيين الألمان وترحيلهم من البلاد. ولكن ألمانيا والنازيين في الوقت ده كانوا بيتبعوا التكتيك الأرض المحروقة، كانوا بيحرقوا كل حاجة قدامهم. بعد كده بنروح على تومي وشهرته سيسو، والاسم ده كان رمز للشجاعة، وكان جندي سابق ولكن كان ملوش اي علاقة بالحرب، وكان عازل نفسه عن العالم كله، وكان بينقب عن الذهب. بعد كده بيشوف قذائف مدفعية بيدمروا بيها مكان، بس هو ما بيهتمش بيهم. وبعد كده وهو بيدور على الذهب بيلاقي كمية كبيرة من الذهب، وما كانش مصدق نفسه، وكان سعيد جدا، وبيستخرج الذهب وبيستعد عشان يروح يبيعه لجمع ثروة وبدأ حياة جديدة. بعد كده بياخد الحصان والكلب بتاعه وبيبتدي يمشي من المكان ومعاه الذهب، وكان مخبيه في شوال. وهو ماشي بيقابل كتيبة ألمانية من النازيين، وبيقرر تومي يكمل طريقه عادي. وكان الجنود الألمان بيضحكوا عليه، وكان معاهم مجموعة من البنات واخدينهم كأسرى. بعد كده بيعدي على قائد الكتيبة وبيبدأوا يبصوا لبعض، وكان القناص هيضرب عليه نار، ولكن قائد الكتيبة منعه وقال لي انه بيمشي في طريق هلاكه. بعد كده بيأمر الكتيبة انها تكمل طريقها، وتومي بيكمل طريقه بيقابل مجموعة من الأموات متعلقين في عمدان نور. بعد كده بيقابل مجموعة تانية من الألمان، بس المرة ديت بيوقفوه بينزلوه من على الحصان وبيبدأوا يفتشوه، وبيعرفوا ان معاه دهب. فبيقول للكلب بتاعه انه يمشي، والضابط بيأمره بالركوع، ولكن تومي قرر يشتبك معاهم، وبيسحب السكينة اللي معاه وبيغرزها في دماغ الضابط، وبدأ يضرب في كل الضباط وبيخلص عليهم. فقائد الكتيبة الألماني بيسمع صوت ضرب النار، فبيأمرهم بالرجوع. ولما بيرجعوا بيلاقوا كل الجنود ميتين، وبيلاقي حتة صغيرة من الذهب، وبيعرفوا ان تومي معاه دهب. فبيقرروا انهم يمشوا وراه عشان ياخدوا منه الذهب ويقتلوه. وتومي بيدخل حقل الألغام، واللغم بيفرقع في الحصان بتاعه فبيغمى عليه. وبعد كده بيفوق بيلاقي نفسه وسط حقل الألغام والحصان ميت، وبيشوف الكتيبة وهي بتقرب منه، فبيبتدي يجمع الدهب اللي اتبحتر منه في كل مكان، والكتيبة بتقف قدامه وبيتفرجوا عليه وهو بيجمع الدهب. والقناص مساعد القائد كان هيضرب عليه نار، ولكن قائد الكتيبة أمره إنه يستنى لغاية ما يلم الدهب كله. والجنود كانوا بيتفرجوا عليه وكانوا بيبصوا ليه باستهزاء. بعد ما بيلم الدهب كله بيمسك حتة صخرة، وقائد الكتيبة بيأمر القناص إنه يقتله، ولكن تومي بيرمي الصخرة على اللغم، واللغم بينفجر فبيعمل دخان كتير جدا. بعد كده القائد الكتيبة بيأمر كل الجنود إنهم يضربوا نار، وكان تومي ماسك درع كان بيحمي بيه نفسه. ولما بيوقفوا ضرب نار كان تومي ملوش أي أثر في المكان. بعد كده القائد بيستدعي جندي وبيأمر إنه يمشي في حقل الألغام. بعد كده بيتفاجئ بلغم طاير في الجو وبيخبط فيه وبيتفجر. وبعد كده القائد بيختار 2 تانيين من الجنود ويدخلوا حقل الألغام، والألغام بتفرقع فيهم. والقائد بيسأل جندي على عدد الألغام، قال له الجندي إن في ألغام كتيرة هنا. فالقائد بيقول له هات لي بنتين من البنات اللي انت محتجزهم. بعد كده لما بيدخل حقل الألغام بيلاقي الميدالية التعريفية الخاصة بسيسو، وهنا بيربط البنتين بالحبال وبيمشيهم قدام الدبابات في حقل الألغام، وبيعدي حقل الألغام. ولما بيستعلموا عن المعلومات اللي على اسم الميدالية فبيعرفوا انهم محظوظين انهم خرجوا احياء بعد مواجهة تومي، وان عليهم انهم يرجعوا عن طريقهم والتراجع عن مطاردة سيسو. ومساعد القائد بيقول لي ان سيسو اسمه الحقيقي تومي كوربي، وكان من جنود كوماندوس فنلندا، وكان هو الاشد رعبا في وحدته، وانه حارب في الحرب الباردة وفقد منزله وعائلته بسبب الروس. من بعدها اصبح جندي انتقامي ما بيرحمش حد، وكان بيرفض الأوامر من أي حد. وفنلندا ما بقتش تقدر تسيطر عليه، عشان كده أرسلوه للبرية لمطاردة الدوريات الروسية، وبقى لوحده فرقة إعدام. بيقولك إن هو لوحده قتل أكتر من 300 جندي روسي، وإن الروس أطلقوا عليه لقب السرمدي الذي لا يهزم. وبعد كده بنروح على تومي، وكان تعبان جدا وبيقرر إنه يرتاح تحت العربية وبيعالج نفسه من الإصابة. بعد كده بيروح في النوم، وهو نايم بتقرب منه الكتيبة. بعد كده بيحاول الاختباء منهم، ولما بيشوف الكلاب بينزل تحت العربية من العربيات التابعة للكتيبة وبيتشعبط فيها. بعد كده بيضرب تانك البنزين بسكينة وعمل ثقب في التانك. ولما الجندي بيشم ريحة البنزين فبينزل من العربية وبيلاقي بنزين على الأرض، وبيوقف الكتيبة عشان يفحصوا مكان تسرب البنزين. وكمان البنزين عمل للكلاب تشتت مش هيقدروا يحددوا مكان تومي. وتومي بيخرج من تحت العربية وبيتجه للبحر، والقناص بيضرب عليه نار في رجله، والكلاب لما بيشوفوه بيحاولوا يطاردوه. بعد كده تومي بيولع في نفسه وبينط في البحر، والجنود واقفين يراقبوه علشان لما يظهر يقتلوه. وتومي كان تحت المية مستخبي منهم، وخلاص ما قدرش يكمل فبيطلع عشان يتنفس. ولما بيطلع بيضربوه بالنار بس ما بتجيش فيه. ولما القائد بيشوف الدم بيفتكروا انه مات، والقائد بيأمر مجموعة من الجنود انهم يدخلوا بمركب وينزلوا ويجيبوا الذهب من تحت المية.
فبينزل جندي عشان يدور على الدهب تحت المية، فبيجيله تومي من وراه وبيضربه بالخنجر وبيتنفس الهواء اللي في جسمه. بعد كده كل الجنود بيشوفوا الدم خارج من تحت المية، فبيأمر القائد انه ينزل جندي تاني. بعدها بلحظات بيشوفوا الدم خارج من تحت المية. بعد كده بيظهر تومي للجندي اللي على المركب، فبيجيله الجندي حالة هستيريا من الخوف الشديد، وتومي بيأمر الجندي انه يمشي بالقارب، والجندي فعلا بيمشي ولكن بدون امر القائد. فالقائد بيهدده انه لو ما وقفش هيقتله، لكن الجندي ما بيوقفش، فبيأمر القناص بقتل الجندي. بعد كده بنشوف المركب وكان حد بيسحبه، وبيطلع ان تومي هو اللي كان بيسحب المركب، وبيخرج للبر التاني. بعد كده بيحاولوا يضربوه بالرشاش، بس على مين؟ فتومي بياخد جثة الجندي اللي على المركب وبيصد الضربات بيها، وهرب تومي منهم. وبعد كده بيجي الكلب بتاع تومي، ولما بيشوف القائد بياخده وبيأمر جنوده انهم يجيبوله ليه مركب. وبنرجع تاني لتومي وكان ماشي في مكان مولع ومفهوش صريخ ابن يومين. بعد كده بنشوف قرية متدمرة تماما، واللي دمر القرية ديت هم النازيون. وبعد كده بيلاقي تومي بنزيمة محطمة بيدخل فيها علشان ينام، لكن كان بينزف بسبب الإصابات اللي في مختلف أنحاء جسمه. ولما بيفوق من النوم بيسمع صوت الكلب بتاعه، فبيدور عليه، وأول ما بيشوفه بيلاقي قنبلة متعلقة في جسمه، فبياخدها وبيرميها بعيد، ولكنها بتسيبه وبيغمى عليه. وقائد الكتيبة والقناص بينصبوا له مشنقة وبيربطوه بالحبل في رقبته وبيعلقوه في المشنقة وبياخدوا الدهب. بعد كده بيسيبوه وبيمشوا، ولما بيمشوا بيكون لسه في الروح، فبيحاول انه يسند على المسمار اللي كان في العمود، بس رجله بتفلت، فبيقرر انه يغرز رجله في السيخ الحديد اللي كان في العمود عشان جسمه يفضل مرفوع وما يموتش بسبب الشن. والصبح بقى بتيجي طيارة ألمانية بتعدي من فوق وبتخلي العمود يبدأ يتفك، وبينزلوا الجنود اللي في الطيارة وبيبدأوا يعبوا الطيارة بالوقود. بعد كده بيقع تومي على الأرض، وجندي من اللي كانوا في الطيارة بيشوفه وبيلاقي لسه عايش، فبيقول لزميله انه لسه حي، فزميله بيقول له انه يضربه بالنار. فتومي بيضرب رجل الجندي والجندي بيقع على صخرة وبيموت. بعد كده الجندي التاني بيندى على زميله فما بيردش عليه، فبيروح له بيلاقيه ميت. بعدها بيظهر له تومي وبيضربه في دماغه بصخرة، وبيكون الجندي لسه حي، فبياخده وبيربطه في العمود. فبيبتدي تومي يطلع الرصاص والحاجات اللي في جسمه ويداوي نفسه، وكان الجندي مرعوب من المنظر. بعد كده بياخد الجندي والطيارة ويروحوا يلحقوا بالكتيبة اللي اخدوا منه الدهب. بعد كده بنروح على الكتيبة وهم كانوا بيتفقوا على ان في طيارة هتاخدهم وتوديهم النرويج ويعيشوا هناك، لكن بيتفاجئوا بطيارة قدامهم صد عليهم الطريق. ولما جم بصوا عليها لقوا فيها الطيار مقتول، ولما بيدققوا في الحبل بيلاقوا نفس الحبل اللي استخدموه في شنق تومي. بعد كده قائد الكتيبة أمرهم يمشوا بسرعة. بعد كده الجنود ركبت العربيات، وكان في 2 من الجنود بيكلموا بعض، وفي جندي قال للتاني ان تومي رجع ليهم، والجندي التاني رد عليه وقال لي ان هو كان مشنوق بالحبل وان تومي مات. وكان في واحدة من البنات اللي كانوا محتجزينهم كانت بتضحك، ولما سألوها بتضحك ليه فقالت ليهم انت متخيل ان هو بيموت؟ ده قتل مئات من الجنود الروس وهم بيحاولوا يقتلوه، وانه بيرفض الموت وانه مستحيل يستسلم. بعد كده بيتضح ان تومي كان متشعبط في العربية وقتل الجندي ورمى التاني قدام الدبابة، والدبابة بتدوس عليه. وبيبقى في 2 جنود راكبين موتوسيكل بيشوفوه، واحد بيقول للتاني هو ده مننا. وبعد كده تومي بيدخل عربية الأسرة وبيدي للبنات أسلحة، وبيقتل السواق بسكينة في دماغه وبيرميه. وبتيجي بنت تركب مكانه عشان تسوق العربية، والبنت بتدوس فرامل فجأة والعربية بتقف، ومدفع الدبابة بيدخل جوه العربية. بعد كده بتكمل مشي وبينط تومي من العربية إلى الدبابة من غير ما حد يشوفه. والبنت اللي سايقة العربية بتروح جنب عربية تانية فيها جنود ألمان، والبنات اللي تومي اداهم أسلحة بيبدأوا يضربوا عليهم نار وبيدشملوهم، والعربية بتبعد عن طريقها. وسواق الدبابة بيقول للقائد ان الجنود اتقتلت، والقائد قال لي ان هم قربوا يوصلوا للطيارة وانه يكمل طريقه. وتومي بيحاول يفتح الدبابة، والقائد بيبعت المساعد بتاعه عشان يقتل تومي، وبتبدأ معركة بين تومي ومساعد القائد، وبيقعوا هما الاتنين من فوق الدبابة، والقائد بيكمل طريقه من غير الجندي. وكان تومي هيقتل الجندي، بس بيجوا الاتنين اللي كانوا راكبين الموتوسيكل، ولما بيشوفوا تومي بيقرروا انهم ينزلوا من الموتوسيكل ويهربوا. وتومي بيسيب الجندي وبيركب الموتوسيكل عشان يلحق القائد. وفجأة البنات بتظهر وبيعملوا مع الجندي الجلاش، والقائد بيوصل لمكان الطيارة وبيقتل المساعد بتاعه عشان ياخد الدهب كله لوحده، وبيركب الطيارة. وتومي بيوصل وبيضرب النار على الطيارة، بس ما بيحصلش حاجة لأن إزاز الطيارة ضد الرصاص. فبيمسك الفاس بتاعته وبيتعلق في الطيارة قبل ما يهربوا. وطبعا القائد ما كانش مصدق نفسه إنه هرب من تومي وأخد الدهب كله لوحده،
وتومي بيقدر يفتح فتحة في الطيارة باستخدام الفاس بتاعته. وقائد الكتيبة سمع صوت فبياخد الرشاش وبيروح يبص فيه ايه، لكن تومي أول ما بيشوفه بيزنقه في الحيطة وبينزل فيه ضرب بكل قوته. لكن القائد بيستغل انه مصاب وبيكسر عظمه كله، لكن بيتفاجئ ان مفيش اي حاجة محوقة فيه، فبيلف على ايده حبل وبيكمل ضرب فيه بكل وحشية. ومع كل الضربات دي تومي مستسلمش نهائيا وقام من تاني وهو بينزف من كل حتة في جسمه. وطبعا القائد بقى واقف عاجز لانه مش لاقي طريقة يموت بيها الراجل ده، بس تومي بيستغل الفرصة وبيربطه في الصاروخ وبيرميه معاه من الطيارة. وبيكون تومي باصص عليه لغاية لما بينزل وبينفجر وبيتحول الى رماد. وتومي بيتفاجئ ان الطيار مات، فبيروح بسرعة يدور على الدهب لغاية ما يلاقيه. وبعديها بيربط نفسه وبيفضل حاضن الشنطة اللي فيها الدهب لغاية ما الطيارة بتتصدم في البحر وبتتدمر تماما. والغريبة بقى ان تومي بيطلع من المية حي ومعاه الدهب. والمهم ان في الوقت دوت كان في كمين على حدود فنلندا كان معمول للجيش الألماني، لكن وقتها الجنود بيشوفوا دبابة ألمانية بتقرب منهم، ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا عليها البنات اللي كانوا رهاين للجيش الألماني. والقائد بيقول لهم انتوا جبتوا الدبابة دي منين وفين الجيش الألماني؟ فواحدة فيهم بتقول له ان الجندي دوت آخر جندي في الجيش الألماني. وبنرجع تاني لتومي وهو راكب الموتوسيكل بعد ما لقى الكلب بتاعه داخل مدينة جوه فنلندا، وبيقف قدام بنك، فبياخد الفاس بتاعته والدهب وبيدخل بيهم البنك. وبيفضي الشنطة اللي فيها الدهب قدام الموظفة وبيقول لها انه عاوز يبدل الدهب دوت بعملات اصغر بس ليها قيمة اكبر عشان تكون سهلة عليه في شيلهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ومع السلامة.